السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اريج. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير تشيز كيك لوتيس. الصراحه كيجي اكثر من رائع، يعني من احسن لي تشيز كيك اللي كليت هاد تشيز كيك. الصراحه كيجي لذيذ بزاف وكيجي في الشكل ديالو راقي وسهل في التحضير، ما كياخذش معنا وقت اللي هو كتير. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم يعجبكم ونخليكم مع المقادير وطريقه ديال التحضير. فبالنسبه للطبقه الاولى غادي نحتاجو هنا واحد العلبه ديال بسكوي لوتيس اللي كيوزن 250 غرام. غادي نحتاجو نصف كاس ديال الزبده اللي ذوبتها. بالنسبه للقياس ديال الكاس فهو كاس شاي اولا كاس ديال العنبه. فاول حاجه خديت هنا واحد الميكسور باش غنطحن فيها هاد البسكوي. غنحيد هنا واحد جوج قطع اولا 3 ديال القطع اللي غادي نزين بهم في الاخير، وغادي نوضع الكميه اللي بقات كامله في الميكسور وغادي نطحنها. يمكن لكم توضعوها في مولينكس اولا اي حاجه باش تطحنوها. غنحاول انني نطحن هذا البسكوي مزيان حتى يرجع ليا يعني الشكل ديالو مرمل، ما يبقاوش فيه القطع ديال البسكوي نهائيا، يعني يولي كله على هذا الشكل كما كتشوفوا. غادي نحيد هنا واحد 3 ديال المعالق كبار من هذا البسكوي وغنحتفظ به حتى نزين به في الاخير. والتزيين دائما كيبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد. هنا وضعت داك نصف كاس ديال الزبده اللي مذابه وغادي نعاود نطحن هكا مزيان حتى ينسجموا لي هاد المكونات وتولي عندي الزبده، يعني يولي عندي البسكوي مرمل بالزبده على هذا الشكل. فغادي ناخذ دابا واحد الاطار اولا اي مول يكون كيتحل من الجوانب باش ملي نبغيو نحيدو هاد التشيز كيك يجينا ساهل. ضروري ما يكون المول كيتحل من الجوانب. وبالنسبه للقياس فانا هنا خديت 23 سنتيم. ضروري ما ديروا نفس هذا القياس اولا اقل، لان شحال ما كان المول صغير شحال ما كيجي العلو ديال التشيز كيك مرتفع اكثر، وشحال ما كان المول كبير بزاف فراه كيجي يعني الارتفاع ديالو صغير وما كيجيش المنظر ديالو زوين. فانا فرغت هذا البسكوي وغادي نحاول هكا نضغط عليه مزيان حتى يشد هذا الفورمه ديال هذا المول، وغادي ندخلو المجمد بيد ما نحضر الكريمه. فبالنسبه للطبقه الثانيه اولا الكريمه اللي غادي نحضروا فعندي هنا 250 ملل ديال الحليب. غنحتاج واحد العلبه ديال كريم شونتيي اللي كتوزن 100 غرام. عندي هنا واحد العلبه ديال الكريمه ديال لوتيس اللي حتى هي كتوزن 200 غرام. غادي نحتاج واحد العلبه ديال الجبن، اي جبن متوفر عندكم اولا اي نوع اي ماركه، فماشي ضروري نفس هذا النوع اللي خديت انا. فهاد الجبن كيوزن 190 غرام. وعندي هنا واحد جوج علب ديال الجبن الطري اللي كيوزن حتى هو 85 غرام. فبزاف ديال الناس كيسولوني على شحال كيوزنوا، فداكشي علاش ذكرت لكم هنا الوزن ديال كل حاجه بوحدها. فهنا خديت واحد الاناء وضعت فيها هنا هذا الحليب اللي خاصو يكون بارد مزيان، يعني قبل ما تستعملوه وضعوه في المجمد باش الكريمه ديالنا تطلع بسرعه. ووضعت ديك العلبه ديال الكريم شونتيي وغادي نطرب هكا مزيان بالطراب الكهربائي حتى نحصلوا على كريمه على هذا الشكل اللي تكون القوام ديالها متماسك. غنحتفظ بها بجنب وغندوز باش نحضر الكريمه الثانيه اللي غادي نستعمل فيها داك العلبه ديال الجبن. بالنسبه للجبن شحال ما وضعتو كميه اكثر شحال ما مزيان، يمكن لكم توضعوا حتى ل 400 غرام ديال الجبن فغادي يجي احسن. انا هنا توفرت ليا علبه واحده فقط. وضعت معها حتى هاد جوج علب ديال الجبن الطري وغادي نطرب هاد المكونات مزيان بالطراب الكهربائي. الا وضعتو يعني 400 غرام ديال الجبن فلا داعي انكم تستعملوا داك بيرلي اولا داك الجبن الطري. فاذا استعملتوا جوج علب ديال الجبن اولا 400 غرام ديال الجبن فيمكن لكم تستغناو على داك على بيرلي. فغنطرب عاوتاني هاد المكونات مزيان بالطراب. وعاد غادي نضيف ديك الكريمه ديال اللوتيس. غادي نضيف هنا جوج معالق كبار اللي ما عامرينش كما شفتوا، تقريبا معلقه وحده اللي كبيره عامره.
هاد الكريمات اللوتيس يمكن لكم توضعوا حتى نصف العلبه او العلبه كامله، فغادي يجي احسن. انا فقط عندي علبه اللي هي صغيره ومازال بغيت نزين بالوجه ديال هاد التشيز كيك في الاخير، فداك الشيء علاش وضعت كميه اللي هي قليله. شحال ما وضعتو كميه اكثر شحال ما كيجي هاد التشيز كيك رائع في المذاق. فهنا من بعد ما خلطت هاد الجبن مع ديك الكريمه، غادي ندوز باش نبدا نخلط هاد المكونات بجوج، هاد الكريمه مع الجبن. كناخذ كميه قليله ديال الجبن وكنوضعو فوق الكريمه وكنخلط هكا غير بشويه من الاسفل الى الاعلى. هنا كيبان لكم كنخلط بسرعه فقط لان الفيديو سرعته باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، اما انا راه كنخلط غير بشويه باش ديك الكريمه اللي طلعنا في الاول ما تطيحش وتبقى يعني القوام ديالها مزيان. غادي نخلطو هكا مزيان على هذا الشكل حتى ينسجموا ليا هاد المكونات مزيان وترجع عندي كريمه يعني مقاده. فهنا وضعت ديك الكريمه من فوق ديك البسكويت، يعني ديك المقطع لقيت راسي ما صورتوش وكنحاول هكا نسرحها من الفوق وكنضرب بها هكا شويه غير باش ما يبقاوش ليا الفراغات في الداخل ديال الكريمه. وكنحاول هكا نقاد الوجه ديالها بشويه يجينا يعني نقاد الوجه ديالها حتى يولي مقاد مزيان. من بعد غادي نغطيها هكا بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلها للثلاجه، خاصها تبقى يعني ليله كامله او على الاقل 6 ديال السوايع وهي في الثلاجه. وملي ملي نبغيو نجبدوها باش نوضعوا الطبقه الاخيره، فمن الاحسن اننا نوضعوها في المجمد واحد الساعه ديال المكانه حتى تماسك لينا مزيان، عاد نجبدوها صافي. كما شفتوا انا غطيتها بالبلاستيك الغذائي وغادي ندخلها للثلاجه ليله كامله. فانا من بعد ما دازت ليا ليله كامله كنحاول انني نحيد التشيز كيك ديالي. فمن الاحسن انكم دوزوا السكين هو الاول عاد تحلوا الاطار باش ما تهرش لكم. كنحاول هكا نعاون بهذا السكين وغادي نحيد الاطار على هذا الشكل. من بعد هنا خديت داك الكريمه ديال اللوتيس اللي بقات ليا ذوبتها في حمام مائي حتى ولات ليا هكا، يعني خديت شويه ديال الماء اللي يكون سخون مزيان وضعت فيه هاد القرعه حتى دابت ليا وكنفرغوا على هاد الشكل. فهنا خاص تكون يديكم خفيفه لان التشيز كيك راه بارد بزاف والكريمه سخونه فراها يعني كتجمد عليه دغيا. الا تعطلتو غادي تجمد لكم دغيا، فحاولوا ان يديكم تكون خفيفه. صافي غنستمر على هاد الطريقه، كنعمر هكا هاد الفراغات اللي بقاو ليا بهاد الكريمه وكنحاول انني نسرحها هكا. وكما قلت لكم حاولوا غير تسرعوا لانها كتجمد بسرعه حيت التشيز كيك بارد بزاف. صافي دابا غادي ندوز باش نكمل التزيين. خديت هنا داك البسكوي اللي كنا حيدنا من قبل للتزيين وغادي نوضعوه هكا في الجوانب ديال هاد التشيز كيك. وكما قلت لكم فالتزيين راه كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، يمكن لكم انكم يعني ما ديروش كاع هاد الخطوه، فهذا مجرد اقتراح. غادي نوضع كما قلت لكم هاد البسكوي على الجوانب ديال هاد التشيز كيك على هاد الشكل، وعاد غادي ناخذ دوك القطع ديال البسكوي اللي كنت خليت حتى هما ونوضعهم غير على هذا الشكل فوق التشيز كيك، كتذكير ان هذا التشيز كيك راه هو ديال اللوتيس اولا ديال بسكوي اللوتيس. هذا هو الشكل ديال التشيز كيك ديالنا، صراحه كيجي لذيذ بزاف. جربوه واكيد ما غاديش تندموا. فهذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك ديالنا، صراحه كيجي اكثر من رائع. جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم حتى نتوما. كنتمنى انا لا فيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوا اكيد الوصفه ان شاء الله. وما تنساوش اللي عجبوا لا فيديو تخليو ليا واحد لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه كنتمنى انكم تشتركوا معنا في القناه. وما تنساوش انكم تبارطاجيو مع بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش ان شاء الله تكبر العائله ديالنا. ونخليكم حتى لا فيديو جاي ان شاء الله. في امان الله.